السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر ويكسل كينج. رجعنا لكم مقطع جديد ورجعة اسطورية يا اخوان. طول الغيبات شنو؟ جاب الغنايم. انا جايب لكم غنايم وخواريف واشياء كثيرة. سمعت انه راح يبدا سيزون ثاني تشابتر الثالث وانا موجود افايض العلم. مقطع اليوم راح نشرح كل الاشياء عن السيزون والحدث واشياء يعني مقطع اليوم مليء بالاخبار والاشياء يعني الفنانة، فتابع المقطع للنهاية واعذروني على القطع اللي صارت الفترة الاخيرة. الشهر يا اخوان تقريبا قطعنا عن القناة لان كنت مسافر لظروف، يعني اللي كانوا متابعيني بسناب اللي كانوا متابعيني بالانستغرام كلهم شافوا شنو او وين كنت يعني. فخلاص رجعنا قبل بداية السيزون، يعني رجعتنا بوقت حلو يعني. فقبل لا نبدا ترى في لايك جديد، هذا اللايك اذا سويته وضبطت معاك اكتب لي تحت في التعليقات انه صارت الحركه الجديده حقت اللايك. واذا انت مشترك اشترك يا اخي عشان نوصل 120,000 مشترك. اكتبوا لي فقدتوني ولا لا. بس خلاص والله تاخرت حلو المقدمه ادري. بس خلينا نبدا المقطع، ليتس جو. واول شيء في حدث او مو حدث بالاحرى، راح يكون في صواريخ تطلع من تحت الارض. هلا خلونا نشوف مع بعض وشنو يصير يا اساطير. يلا نشغل الفيديو ونقول بسم الله. خلونا نشوف مع بعض شنو اللي راح يصير من الصواريخ هذه. الصواريخ انتقلوا، انا اللي سمعت ان الصواريخ هذه تنتقل الى مدينه سبايدر مان. مدينه سبايدر مان اللي هي الان تشوفونها مع بعض وتنفجر هذه الصواريخ. طبعا هذا مصمم الحدث يعني، ولكن يقولون انه راح يصير مع بدايه السيزون الجديد وتصير او تحول منطقه سبايدر مان من منطقه عاديه الى منطقه بركانيه. كلها توقعات يعني. فهذا اول شيء عندنا بمقطع اليوم. ثاني شيء عندنا هذه المظله راح تكون بالسيزون الثاني. اوكي مو مهمه ولكن فيها شيء مهم لو تلاحظون، والان راح نشوفه مع بعض. لو تركزون بالمظله يوم تشتغل او يوم كذا تسوي رسبان عشان كذا يطلع اسلحه. شوفوا المكان اللي يطلع منه اسلحه، ما عليكم من المكان، المهم بالاسلحه. هذه الاسلحه يقولون انها بالسيزون الثاني راح تكون كلها او اغلبيتها موجوده بالسيزون الثاني. وعندنا هاي بكس نفس ما قاعد تشوفون، هذه اغلب الاضافات اللي راح تكون موجوده عندنا او متواجده بالسيزون الثاني، واللي هي اولها دبابات وكهف كاتوس والعدو التكتيكي ودبل ديجل وصندوق جيت باكس. اللي هو الجيت باكس هذا اللي ظاهر لكم راح يكون موجود بالسيزون الثاني، وميكانيكي تسلق ما ادري يمكن حركه جديده او تجاوز تكتيكي. كل هذه الاشياء راح تكون موجوده. وزبلاين كاتب وتعديل السيارات او تعديل السياره واللي هو الان ظاهر لكم بالمقطع. نفس ما قاعد تشوفون بالمقطع، هذه الصوره تعني ان راح من الممكن نضيف سلاح او شلون يقول لك يعني هذا حمايه حديد، يكون واقي حديد يعني كذا واقي او ما ادري شنو يسوونه، مدرعه تكون يعني وتعدل على السياره. بالسيزون الثاني من الممكن هذه الاضافه تكون متواجده. وايضا لا ما نقول لا، ليش لا، ان فورتنايت يضيفون دبابات جديده مع السيزون الثاني. الشابتر الثالث هذه الدبابات احتمال جدا كبير نشوف دبابات موجوده بالسيزون الثاني. وايضا شيء جدا مهم واللي هو الهليكوبتر، احتمال حيل كبير انه راح تنزل الهليكوبتر بالسيزون الثاني. وهذه المعلومات والاضافات راح تكون يعني شبه ان احتمال حيل كبير انه راح تكون يعني تنضاف بالسيزون. وعندنا هذه آلة الحفر احتمال جدا كبير تكون موجوده يا هي او الدبابات راح يضيفونها اكيد ان شاء الله بالسيزون الثاني. وراح يكون في اضافات جدا كثيره بالسيزون الثاني. انا متحمس للاضافات اللي راح تنضاف بالسيزون الثاني. وعندنا مركبه زبلاين راح تكون متواجده بالسماء، ولكن ما راح يمدينا يعني نسوقها او ولا تستعملها ولا شيء. هذه المظله او بالاحرى زبلاين مركبه يعني فضائيه او شيء نفس كذا راح تكون بالسماء. وعندنا عنصر حقيبة ظهر شيلد اورا او شيء نفس كذا القادم راح يكون بالسيزون الثاني. يجدد الدرع لك وللحلفاء انه ربعك وهذا اللي اخوياك يعني بالتيم، انه راح يعطيهم درع واحد في الثانيه، ولا حد يعني حد اقصى انه يسوي 50 شيلد يعني. صراحه هذه الحقيبه او الشنطه بالاحرى راح تكون اضافه حلوه اذا ضافوها صحيح. وهاي بكس يعني اغلب توقعاته واغلب تسريباته تكون صحيحه، فان شاء الله راح تنضاف هذه الحقيبه بالسيزون الثاني. مع الاسف الشديد انه ما في حدث. هو احد صناع المحتوى قرر انه ينتقم ويسوي حدث لنفسه. هذا الحدث الان اللي قاعد نشوفه بالمقطع هذا حدث مصمم او احد يعني سواه، اللي هو يوتيوبر صانع محتوى ومسرب بنفس الوقت عن فورتنايت، لعبه فورتنايت. ناس كثيره زعلوا انه ما في حدث، وهو سوى حدث ناس ما قاعد تشوفون بين هذا الوحش والالي اللي هو حق الفاونديشن او شيء نفس كذا. صراحه انا انصدمت يوم رجعت انه ما في حدث، او من الممكن يكون الحدث يا اخوان في خبر لازم تعرفونه واحنا قاعد نشوف هذا الحدث. اتوقع ان الحدث هذا كثير ناس شافوه وانا توني اشوفه يعني معاكم الناس اللي شافوته وتراك شفته معي بس. اوكي المهم ناس ما قاعد تشوفون الوحش مات، بعدها نكمل سالفتنا. المهم الحدث ايش كذا كم مره قلت الحدث. الشيء الصادم ان الوحش هذا اللي كان بالشابتر الاول فاز الوحش هذا يعني حدث مصمم. ولكن خلونا نكمل بالنسبة للحدث اللي ما في حدث يا اخوان.
انا اتوقع انه راح يكون يا اخوان مع بدايه السيزون اللي هو بعد 3 ايام بالضبط، يعني ما راح يكون في تاجيل للسيزون، راح يكون في حدث او راح نشوف تريلر تكمل الحدث ما بالصواريخ شيء نفس كذا راح نشوفهم مع بعض. اوكي ما في حدث ولا عد تنازلي، مع الاسف ما ادري ليش شنو السالفه. فورتنايت شيء صادم انه توني راجع، ولكن احتمال حيل كبير مع السيزون بدايه السيزون راح نشوف اشياء يعني تصير تريلر الحدث او قصه جديده يعني، او تكمله اللي صار بدايه السيزون الاول الشابتر الثالث. واحتمال حيل كبير هذا موجود اللي هو موجود وين الحق شو اسمه الدكتور اسلان. انا بديت اخرب الدكتور اسلان هذا الحفره او الدريل انا اسميه، انه من الممكن نشوفه بالسيزون الثاني، احتمال حيل كبير انه راح يضيفونه. بالنسبه لسكنات الباتل باس جينا سكنات في صوره او صوره مصممه، يعني صراحه عجبتني هذه السكنات. اتمنى انها تكون هذه السكنات موجوده الان اللي تظهر لكم بالمقطع. صراحه سكنات جدا اسطوريه، مثل سكن ستيف والسكن القرد اللي على اليسار، صراحه سكن حلو. وبالنسبه السكنات هذه مو اكيد انها راح تنضاف، ولكن يعني احتمال على حسب التسريبات والتلميحات ان من الممكن نشوفها بسكنات الباتل باس. عندنا الاسطوره سي دي سوى حدث مصغر، خلونا نشوف هذا الحدث مع بعض. يلا بسم الله خلونا نشوف الحدث ان شاء الله يكون. والله يا اخوان اول مره اشوف الحدث هذا معاكم، فخلونا نشوف ونركز بالحدث، هل يكون حدث قوي او تصميم حلو انه مشابه. اوكي هذه الآلة اللي موجودة الحفر شنو الحفر؟ سكن السمكة. وات منو موته؟ حلو دكتور اسلان. حلو هات. فنفس ما شفتوا هذا الحدث مسوي يعني حدث مصغر كومينج سون، انه راح يكون مع بدايه السيزون. نفس ما قلت لكم انه من الممكن يكون في حدث مصغر او تريلر يكمل لنا عن اشياء بالماب. وبس هذا مقطع اليوم، اتمنى عجبكم. ان شاء الله رجعتنا رجعه قويه، ان شاء الله رجعتنا راح تكون رجعه قويه، بس ادعموا المقطع بلايك، نبي نوصل هذا المقطع 1000 لايك. اشتقتوا لي اكتبوا تحت. كان معكم عبد السير كينج اكس، نشوفكم في مقطع قادم، مع السلامه.